يعرفون هذا الأثر العظيم للمساجد، لذلك يعني يحطمونها ويفعلون بها ما تسمعون. مدينة الجزائر، اسمعوا هذه الجرائم. مدينة الجزائر وحدها فقط كانت تضم 76 و100 مسجد، 176 مسجدا. طيب، قبل الاحتلال سنة 1899، يعني بعد دخول الاحتلال بقرابة 70 سنة، وصلت هذه المساجد إلى 5 فقط في الجزائر. في العاصمة كلها وصلت إلى 5 مساجد فقط بعد 70 سنة من الاحتلال، بعد أن كانت قبل الاحتلال 176 مسجدا. جريمة. أهم المساجد جامع القصبة، الجامع الأعظم، تحول إلى كنيسة الصلب المقدس. اسمعوا إلى الألفاظ هذه، كنيسة الصلب المقدس. جامع علي بتشين تحول إلى كنيسة سيدة النصر. جامع كتشاوة حول إلى كنيسة بعد أن أباد الجيش الفرنسي 4000 معتصما فيه. وأنا أريد أن أقرأ عليكم نصا فقط. يعني في الحقيقة عندما دخل القائد الفرنسي روفيغو قال إنه يلزمه أجمل مسجد في المدينة ليجعله معبدا للنصارى، فاختار مسجد قتشاوة، هذا أجمل مساجد الجزائر، وأمر على الفور بتحويله إلى كنيسة. وتقدمت فرقة سلاح المهندسين وفرق المشاة، وإذا بداخل المسجد أكثر من 4000 مسلم اعتصموا فيه، اندفعوا نحوهم، واستمر القتال حتى الليل بين معتصمين العزل والجند المدججين بالسلاح، وأنهوا كل الوجود الإسلامي داخل الجامع، وانتقلوا مسجد القصبة ففعلوا به أيضا الشيء نفسه. ثم اصطفوا لإقامة قداس ابتهاجا بذلك. وقف بوجو سكرتير الحاكم العام يخطب من فوق منبر المسجد: إن آخر أيام الإسلام قد دنت، وفي خلال 20 عاما لن يكون للجزائر إله غير المسيح. هكذا بكل صراحة وبكل وضوح، ليس قابل للبس. وأيضا الحال نفسه في باقي المدن الجزائرية. تعرضت الزوايا إلى نفس أعمال الهدم والبيع والتحويل، ولقيت نفس مصير الجوامع والمساجد. هناك 349 زاوية. الزاوية هي زاوية الطرق الصوفية، وسآتي في حلقة كاملة على الطرق الصوفية في الجزائر وأثرها وما عملته وما صنعته. لكن يعني مهم، الزوايا هذه لها قيمة كبيرة في تجميع المجاهدين وتجميع العاملين والذاكرين، يعني قيمة في تثبيت الإسلام على بعض السلبيات التي سأذكرها إن شاء الله في تلك الحلقة عنها. 349 زاوية هدمت واستولي عليها. وأيضا شعروا بخطورة التعليم، فأيضا قطع التمويل عن التعليم وأوقاف التعليم والمدارس. كان في مدينة عنابة فقط قبل الاحتلال 39 مدرسة، لم يبقى منها إلا 3 مدارس فقط لا غير. 3 مدارس فقط لا غير التي بقيت. لخص أحد الجنرالات فرنسا في تقرير نابليون الثالث، لخص إصرار الإدارة الفرنسية على محاربة المؤسسات الثقافية الجزائرية قائلا: يجب علينا أن نضع العراقيل أمام المدارس الإسلامية كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وبعبارة أخرى، يجب أن يكون هدفنا هو تحطيم الشعب الجزائري ماديا ومعنويا. سمعتم؟ هدف واضح ظاهر للعيان. بينما الفارق بينه وبين المسلمين أن المسلمين عندما دخلوا البلاد، اسمعوا يا إخوة، هذه حقائق لابد من ذكرها. يعني الآن على سبيل المثال مصر، دخل المسلمون مصر، دخلوا حطموا الجيش الذي يقف أمام إبلاغ رسالة الإسلام إلى الناس. كيف ستصل رسالة الإسلام هذه الجديدة الغضة الطرية الرائعة الحيوية للناس؟ لابد من إزاحة الجيش، لأن الجيش والحاكم لا يقبل بدخول المسلمين دعاة إلى البلاد، فيزاح الجيش. ثم دخل الجيش إلى البلد: لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين. بعد ذلك لم يثبت التاريخ واقعة واحدة أن المسلمين أجبروا قبطيا في مصر على التنصير على الإسلام. يعني هذا يعني مثال واحد فقط لا غير. طيب، يقول المؤرخون: لم يمضي القرن الأول من الهجرة، والمسلمون دخلوا مصر سنة 15، لم يمضي القرن الأول من الهجرة إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام. لماذا؟ لعدل الفاتحين، لجمال خلق الفاتحين. قارنوا بينهم وبين الرومان فتضح لهم أن الفارق كبير وكبير جدا بين الرومان وبين المسلمين، فدخلوا في دين الله أفواجا. المسلمون أنقذوا المصريين من ظلم الرومان، فلذلك جمال خلق الفاتحين، عدل الفاتحين، روعة تعامل الفاتحين أغرت الناس في مصر على الإسلام، ودخلوا في دين الله أفواجا. ففي 80 سنة تحول غالب أهل مصر إلى الإسلام.
بينما في 132 سنة من حكم الفرنسيين في الجزائر ما دخل إلا قليل وقليل جدا في النصرانية، وبقيت الجزائر 99% بل أكثر ولله الحمد مسلمة ومسلمون. نعمة عظيمة جدا. ومقارنة فقط، أنا أردت أن أقارن بين هؤلاء وهؤلاء حتى نعلم الدعاوى المفضوحة التي ضدنا اليوم في كثير من الأماكن أن المسلمين هم قوم همجيون متطرفون، نشروا دينهم بالسيف وفعلوا. أبدا، ديننا ما انتشر بالسيف، ديننا انتشر بالإقناع، بالخلق الحسن، بجمال أخلاق الفاتحين وعدلهم، بحسن تعاملهم مع السكان، بروعة التشريعات الإسلامية، وأن السكان رأوا أن فيها خيرا وصلاحا لهم. يعني مثل هذه القضايا نحن نعرفها من تاريخنا، لا شك أن نعرفها من تاريخنا، ونعرف أشياء كثيرة جدا غيرها، لكن الوقت لا يسمح. القادة العسكريون الفرنسيون كانوا يرون في بقاء الأوقاف بأيدي أصحابها خطورة لا شك على مشروعهم الاحتلالي التخريبي، خاصة بعد أن رأوا أن معظم الثورات التي قامت ضدهم كان تحريض من الجماعات الدينية، فأصدروا قرارا في 7 ديسمبر 1830 يعني بعد أن دخلوا بقرابة 4 أشهر إلى 5 أشهر، يجعل جميع الأوقاف ملكا للدولة الفرنسية فضلا عن هيمنة على المساجد. لخص دوتو كوفيل الآثار الناتجة عن مصادرة الأوقاف بقوله: لقد تركنا، اسمعوا هذه مهمة، المجتمع الجزائري بتصرفنا هذا أكثر فقرا وفوضى وجهلا وأكثر بربرية مما كان عليه قبل قدومنا. هؤلاء الذين دعوا الحضارة وادعوا أن ما جاءوا به هو حضارة تامة، وأن ما جاءوا به هو العدل إلى آخره. طبعا هذه الوقائع، أنا أذكر وقائع من بألسنتهم، من تواريخهم، من كتبهم، لا أتجنى على أحد إن شاء الله، ولا يعني أحتاج إلى تجنن. اسمعوا هذه القصة العجيبة. حمدان خوجة قدم شكاية حول هدم جامع السيدة ونهب ممتلكاته، وطلب تعويضا عن كل ذلك. جاء رد وزارة الحربية الفرنسية: كيف يمكن تثمين هذا المسجد؟ كيف يمكن تثمين هذا المسجد؟ ما هي قيمة أي مسجد إذا ما أخذنا بالاعتبار أن المسجد في نظر المسلمين لا يستعمل غير أداء الصلاة، وعليه فليس المسجد قيمة مالية إلا في حالة واحدة، عندما يلمس الاحتياج لإقامة الصلاة. تصوروا هذا الاختزال الكبير لدور المسجد انه فقط لإقامة الصلاة، والمسجد ليس له أي قيمة مادية غير ذلك. وطبعا هم يعلمون أن المساجد فيها قوة كبيرة جدا للمسلمين وتعليم اللغة العربية وتثبيت الناس على الإسلام وتوعية المجتمع، لذلك قالوا هذا القول الخطير. وطبعا فرنسا حاولت أن تستحوذ على المساجد والأوقاف العامة إلى آخره، حتى عندما جاءت الجمهورية الثالثة وأعلنت فصل الدين عن الدولة، المؤسسات الإسلامية لم تستفد من هذا، المؤسسات الإسلامية لم تستفد من هذا. وحتى عندما صدر مرسوم 1907 سبتمبر، فإن الإدارة الاستعمارية لم ترفع يدها عن تلك المؤسسات، بل صارت تتفنن في إذلال المسلمين، وإلى درجة أنها لم تعد تستحيي من تشكيل الجمعيات الدينية وتعيين مشرفين عليها من بين النصارى ومن بين الأميين. هكذا فعلوا وهكذا صنعوا. المخرج أشار بانتهاء الوقت، بقيت نصوص كثيرة لا أجد مناصا من ذكرها جميعا، لأنها كما قلت لكم وثائق تاريخية لابد أن تطلعوا عليها، تعرفوا حجم الجريمة التي ارتكبت في الجزائر من قبل الفرنسيين. هذا والله أعلم وأحكم، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.